السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الكلام نحمد ربنا حمدا كثيرا مثيرا طيبا مباركا فيه على كل نعمة ربنا اداها. الحمد لله والشكر لله والصلاة على نبينا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا الفرد تشوفوه في الدف على طول. بسم الله، اللهم صل على النبي. عملنا فصصنا البلح وشطفناه، لازم يتشطف مرة واثنين وثلاثة. ولو انت مستعجلة والوقت ضيق يعني عشان يعني يتبل، يا تسخني مية وتصبها عليه، يا تسخني حليب زي ما انا عملت كده. بسم الله ما شاء الله، عشان الوقت بس تختصري في الوقت. اهو لبن الحليب غلياه وبتحط فيه كده، مش هياخد وقت كده ونسيبه بقى ايه مع نفسه كده، مش هياخد وقت. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اهو هتسيبه. النهارده حيرة كل بيت. هنعمل بس صينية بطاطس ومكوناتها اهو: فلفل، بصل، بطاطس، توم ده مفرزاه طالع من الفريزر يعني كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شكشك طماطم انا ضرباه في الخلاط، وهضرب الفلفل ده برضو مع الطماطم. هنا شويه رز هم هغسلهم وكيلو حليب هنا اهوت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنعمل ايه؟ طاجن بطاطس وطاجن رز معمر. انا عايزه بس اوريكم المستوى الرز قبل ما اغسله. شوفوا المستوى بيبعد ازاي عن الوعايه. لازم لما تاخدي وتنقي الوعايه تشوفي المستوى بتاع عالي جدا ما شاء الله. شوف يعني 3 جرارات كبار هم نقداج ما شاء الله، يعني عشان الوعايه تفضل تحافظ على خيرها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. اللي هنا ده جلاش نشف منه، فاعمل له اختراع بس مش هعرف اعمله مع الفيديو ده، مش عارفه ادخله مع الفيديو ولا لا. بسم الله ما شاء الله. بعد ما غسلت الرز هبدا اضيف الحليب له وهسيبه كده شويه كده مع نفسه اهو. بسم الله. دي كيلو حليب هفرغه عليه وشويه حبه، سيبه كده اهو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قطعنا البطاطس بالشكل ده. عايزه تقطعها اي تقطيع انت حباه، انا قطعتها بالنظام ده. بعد ما خلصت تقطيع البصل عشوائي كده حاجه استعجال، هضيف لها الطماطم والملح والكمون. بعد ما ضفت الكمون والزيت يعني لو عايزه تحطي سمنه زيت، والكمون والكزبره والبابريكا دي كلها حطيته في الطاسه. ده من الجوال مستعجله بس عشان ايه؟ رايحه بس الفرن البلدي كده. بقى ايه؟ حطيت السمك زي ما انتم شايفين كده، السمك قدامكم اهوت. بعد ما زجيت الحليب وشرب شويه هرجع تاني ازود بقيه الكيلو اللبن اهو اللي انا كنت مفوضاه عشان ايه يعني يخش الفرن. بقى احط ملح، اظبط الملح بتاعه. بعد ما جهزت المسبك اهو المعمر اهوت، برضو حطيت كريمه، عايزه تحط سمنه زبده اي حاجه اهوت، وجهزتهم وجهزت الملح. هروح اوديهم بقى الفرن. الجلاش ده نشف عندي، هرش عليه مدعي سمن اعمله كده وادخله الفرن ينشف، وبعد كده نشوف هنعمل بقى. طبعا الوش بيبقى هادي، بننزل الشروجه ديت ما بتبقاش عارفه، والجعر على ما يقوم الواعي من الواعي جوه كده. بدا هيغلى اهوت. هنبدا بقى نهدي بعد شويه. على فكره انا حطيت صينيه اللي انا قطعت فيها الجلاش جوه عشان يتحمر، وبعد كده هوريكم انا هعمل ايه.
بصوا بقى الجلاش اللي كان نشف مني دهنته سمنه، زي رشرشت عليه سمنه ودخلته الفرن، وبقى مقرمش زي ما انتم شايفين كده اهو. بسم الله ما شاء الله، شكله بس الله على النبي بقى عامل زي الفطير الورق اهو. بعد ما يوصل الحركه دي هتروح ماسكه الحليب وهتسقيه بسيط كده، هترشرش عليه يعني حليب كده بسيط. طبعا هنا منطقة، هنا انا بصور على الفرن البلدي. بعد ما عملت كده زودته بالحليب كده اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. هبدأ بقى ايه احول كله يشرب كده اهو. خد اللون الجميل ده. هسجيب الحليب وادخله تاني. بسم الله ما شاء الله، ريحة الاكل ما شاء الله ولا قوة الا بالله. زي ما انتم شايفين كده اهو. الجلاش بدأ اهو مسبك. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر ما شاء الله ولا قوة الا بالله. ما شاء الله ريحة الاكل في الفرن البلدي بيبقى له طعم تاني. اهي مسبك بتغلى اهي، والرز المعمر ما شاء الله ولا قوة الا بالله. الله ما شاء الله. شامين نفسي تشموا المسبك ده وهو طالع من الفرن كده وبخار كده ما شاء الله ما شاء الله. حاجة كده يعني كفاية ريحته. والرز المعمر اهو. وكده كده بفطر كده على بعضه. لسه هنغسل الخس، لسه القرآن بيستبدأ الحمد لله. لسه كام دقيقة. بص الجمال ده ما شاء الله ولا قوة الا بالله. حاجة كده بن صغير اهو. بسم الله ما شاء الله يا حبايبي. الله ولا قوة الا بالله. الوش والقاع طبعا نشوف. ما عملتش الورق. بسم الله. بقى الرز المفلفل اهو ومستوي. شوفوا القاع ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بطاطس ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بصوا كده بصوا. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. حطينا عليها شوية بش ورشينا عسل. انا الصراحة لما دقتها من غير عسل استطعمتها، يعني تتاكل من غير عسل. حاجة كده توديك في يعني حتة تانية خالص. ما تعرفش انت بتاكل ام علي وهي مفروضة في الصينية. ام علي بتتعمل في طاجن، ممكن ديت تبقى بص ما شاء الله ولا قوة الا بالله. طعمها خرافة. ممكن اهو عايزة بس ايه مني ماسكة التليفون بايدي فالصينية مش ما شاء الله. بصوا حاجة كده رشة عسل كده تاكليها ما انتش عارفة انت بتاكلي ام علي ولا طعم الفطير. الفرن البلد عامل لها حاجة ما شاء الله. بصوا بصوا ولقا عامل زي حاجة ام علي. فطير بالعسل، طعمها السمن البلدي والحليب عامل لها طعم ما شاء الله. مش هتعرفها الا لما تجرب. الصراحه جميله ولها الحاجه دي. عايزه تملاها مكسرات، عايزه تحط فيها يعني اللي انت عايزاه
ممكن تضيفي لها الحاجات وهي تبقى ام علي بس في صينيه مش في طاجن. اشوفكم على خير في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعايه الله وحفظ الله. ما شاء الله.